الله يرحمك يا اخوي. خوز ظلم هذا والله العظيم. بس سبحان الله، لا اعتراض على حكم الله سبحانه وتعالى. كل نفس ذائقة الموت، كل احنا نرجع لرب العالمين، وما يدوم الا وجه الله. وصية من المقبرة، دير بالكم على اخوانكم، لا تقطع بيه، لا تفرق بيه، لا تفرط بيه، لا تقبح وياه، لا تخسره على مود فلوس، لا على مود مرة، لا على مود جهال، لا على مود ايا كان. ترى غير ابن امك ما حد يفيدك، هذا حزام ظهرك، هذا حزام ظهرك، هذا اخوك. اوقف وياه، سندي، لا تبيعه على مود اي شيء. اول وتالي احنا مرجعنا رب العالمين. والله يرحمك يا اخوي، ما تتعوض، خسارة كبيرة. كل انسان يخسر اخ والله العظيم كأنه ما انكسر نص ظهره. هيك شرد احكيها، ظهره ينكسر. والشيء بالشيء يذكر، قال الامام الحسين عليه السلام: الان انكسر ظهري وقلت حيلتي وشمت بي اعدائي. فعلا يعني الامام الحسين وصل رسالة، وانا هم اوصل رسالة من المقبرة، انه دير بالكم على اخوانكم. ترى غير اخوك ما حد يفيدك غيره، غير ابن امك ما حد يفيد. الله شاهد. وانتم بعد بكيفكم، هذا القرار ظل لكم. دير بالكم على اخوانكم وحافظوا عليهم. وصيه.